مدينة ضاربة في القدم، ذكرت في أشهر المراجع التاريخية كمذكرات ابن بطوطة والحسن الوزان وابن خلدون الذي سماها حاضرة المحيط. بل وتشير المصادر التاريخية إلى أن عقبة بن نافع بلغ هذه الأرض سنة 681 ميلادية دون أن ننسى ازدهار صناعة الفخار بها، ما يعني أن لآسفي أصولا فينيقية. على غرار المدن الساحلية المغربية، لعب ميناء المدينة دورا كبيرا في بنائها وتطوير بنيتها. هذا الميناء كان نقطة انطلاق ووصول للعديد من المغامرات البحرية. منه دخل أمير موناكو ألبير الأول إلى المغرب أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر، ومنه انطلق عالم الآثار النرويجي تور هيردال نحو جزيرة البارباد بالقارة الأمريكية. ومن هذا الميناء أيضا دخل البرتغاليون مدينة آسفي واحتلوها لمدة قاربت 4 عقود. إذا كانت مدينة مراكش تشتهر بكونها مدينة 7 رجال، فنفس الشيء ينطبق على آسفي، لكن خلافا لمراكش ف7 آسفي من اليهود. المدينة عرفت في وقت سابق ارتفاع أعداد اليهود، منهم من استقطبه السلطان محمد بن عبد الله عند تأسيسه لمدينة الصويرة، ومنهم من بقي فيها وبصم على مشوار مميز كالكاتب إدمون عمران المالح.